ايه هو السيلاج؟ السيلاج هو علف اخضر الرطوبة بتاعته عالية، ممكن توصل ل75%. بيتم حفظه بطريقة معينة وهي طريقة التخمير. علشان نفهم الكلام ده هو ايه فلازم نعرف خطوات تصنيع السيلاج الاول هو ايه. اول حاجة بيتم جمع المحصول من الارض وتقطيعه ورصه جوه السايلو او الصومعة. الحاجة التانية هو ان انا بضغطه كويس جدا جدا بحيث ان انا اتخلص من كل الاكسجين عشان تصبح الظروف عندي لا هوائية، وهي دي الظروف المناسبة للتفاعلات اللي بتحصل اثناء حفظ السيلاج علشان نوصل لمرحلة التخمير. بعد حفظ النبات بالشكل دوت بيكون في شوية اكسجين لسه موجودين مع النبات، بيبدأ النبات يستهلكهم في عملية اسمها عملية التنفس، فيستهلك كل الاكسجين اللي موجود حواليه وينتج ثاني اكسيد الكربون اللي بيحول الظروف لظروف لا هوائية، وينتج بخار ميه، واثناء عمليه التنفس بيستهلك طاقه فبيحول السكريات لاحماض. يستمر النبات في ان هو يحول السكريات لاحماض ويخمرها لحد ما يوصل تركيز الاحماض لحد معين يقف عنده نشاط كل البكتيريا اللي موجوده في ماده العلف. ومن هنا يجي كلمه الحفظ. السيلاج علشان يحسنوا الجودة بتاعته بيضيفوا له بعض الإضافات زي بكتيريا حمض اللاكتيك عشان يسرعوا من عملية التخمر، زي لما بيضيفوا ملاس لو أنا عندي مادة العلف ما هيش غنية بالكربوهيدرات وهي غنية بالألياف، ممكن كمان لو غنية قوي بالألياف يضيفوا لها بعض الإنزيمات اللي بتشتغل على الألياف وتكسرها عشان يزودوا محتواها من البروتين والكربوهيدرات. ممكن لو مادة العلف الرطوبة فيها زيادة عن 75% يضيفوا لها بعض الحبوب المجروشة علشان يقللوا محتوى الرطوبة شوية. زي ما كل حاجة ليها مميزات هي برضو ليها أضرار، والحقيقة برضو إن السيلاج ليه مميزات وليه عيوب. أول ميزة في السيلاج هو إن أنا بستخدم كل العلف الأخضر بتاعي في إن أنا أخزنه وإن أنا أبقى موفر السيلاج ده في أي وقت على مدار السنة، وإن لو حصل عندي أي تغير مناخي يضر بمادة العلف اللي أنا زارعها ببدأ أجمعها وأحولها لسيلاج ومن غير ما يأثر على جودة السيلاج. كمان لو الأرض عندي اتصابت بحشائش فأنا أقدر أجمع مادة العلف مع الحشائش وأعملها سيلاج، وده ما بيقللش من جودة السيلاج بل بالعكس ده بيرفعها. الحاجة اللي بعد كده إن معامل الهضم بتاع السيلاج عالي جدا نتيجة إن في ميكروبات وفي إنزيمات فبترفع من معامل هضم السيلاج وبترفع استفادة الحيوان منه. تصنيع السيلاج بيخليني اخلي الارض بدري شوية وبالتالي بيوفر لي وقت ان انا ازرع كمان عروة زيادة في السنة. استخدام الحطب في السيلاج بيقلل من تلوث البيئة وبيرفع قيمة السيلاج. عيوبه اول حاجة ان هو بيحتاج مكان كبير للتخزين، لان احنا قلنا ان بيتم تخزينه داخل صومعة او سايلو وده فعلا بيكون محتاج مكان كبير. تاني حاجة هو اننا صعب انقله من مكان لمكان، وعلشان برضو يتغلبوا على النقطة دي فبدأوا يصنعوا السيلاج في براميل او في تنكات او في اكياس بلاستيك، بحيث ان هم لو عايزين ينقلوها من مكان لمكان، وبالفعل بقى في حاجة اسمها السيلاج المعبأ. الحاجة اللي بعد كده هو ان السيلاج الرديء بيعمل تسمم في الابقار، وان انا ما ينفعش اغذي عليه الابقار اللي بتكون حامل او صغيرة، وبيحتاج عمالة مدربة كويس جدا علشان يقدروا يعملوا السيلاج بشكل كويس وما يكونش فيه اي اخطاء. الحقيقة هي ان نسبة الفقد في السيلاج ممكن توصل ل 40% لو انا ما اتبعتش طريقة عمل السيلاج بشكل صحيح، ممكن توصل الفقد بتاعي ل 40%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وهستنى اقتراحاتكم في التعليقات الفيديو الجاي عايزينه يكون عن ايه.